أنا نرمين، عندي 33 سنة، متجوزة بقالنا 7 سنين، وعندي بنت صغيرة اسمها ليلى. كنت فاكرة إن حياتي مستقرة، فيها مشاكل عادية زي أي بيت، بس ما كنتش أعرف إن في حاجة كبيرة بتحصل وأنا مش واخدة بالي. جوزي آدم راجل عنليه، مش بيحب الكلام الكتير، دايما ساكت وبيحب يقعد لوحده. بس برغم كده عمري ما شكيت فيه، يمكن علشان كنت بحبه قوي، واخدة عليه وعارفة طباعه كويس، أو كنت فاكرة إني عارفة. في يوم قال لي: أنا عندي شغل في اسكندرية يومين، هبات هناك مع الشباب بتوع المكتب، شغل مهم وما ينفعش أرفضه. وافقت عادي، ما هو مش أول مرة يروح شغل بره. حضرت له هدومه وجهزت له شنطته وبستله وقلت له: خد بالك من نفسك يا آدم، وبلاش تنسى تكلمنا كل شوية. ضحك ضحكة باهتة كده وقال لي: ما تقلقيش، هكلمك أول ما أوصل. وسابني وساب البيت فاضي. أول يوم عدى عادي، كلمني بالليل وقال لي إنه تعبان ورايح ينام بدري. تاني يوم ما كلمنيش خالص، اتصلت بيه كتير ما بيردش، بعت له رسايل مفيش رد. قلبي وجعني، حسيت إن في حاجة مش طبيعية، بس قلت لنفسي يمكن مشغول، يمكن بطاريته فصلت، يمكن نايم. بس قلبي كان بيزن عليا. قعدت أدور على حسابه على الإنستجرام واتفاجئت إنه أونلاين. ساعتها حسيت بنغزة في قلبي، ليه مش بيرد عليا وأنا مراته؟ وليه فاتح ومش بيكلمني؟ قررت أعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده، دخلت من حساب وهمي وبعت له طلب صداقة، والمفاجأة إنه وافق. دخلت على حسابه، لقيت صورة لواحدة ست، وفي الكومنتات لقيته كاتب: وحشتيني يا أجمل حاجة في حياتي. الست كانت لابسة فستان أحمر، وكانت الصورة متصورة قدام نفس الفندق اللي قال لي إنه فيه شغل. قلبي وقع، مش مصدقة، ده جوزي اللي بينام جنبي كل يوم وبيشرب الشاي من إيدي وبيضحك مع بنتي. إزاي يعمل كده؟ وإمتى؟ وليه؟ فضلت طول الليل مش قادرة أنام. بعد يومين فتح الباب وهو بيبتسم وبيقول لي: وحشتيني قوي، إخبارك إيه؟ بصيت له بجمود وسألته: كنت فين؟ قال لي: ما قلت لأ، شغلي في اسكندرية، الدنيا كانت زحمة وما كنتش لاحق أرد. قلت له وأنا ماسكة موبايلي: وهي دي كمان من الشغل؟ ووريته الصورة وشفته لأول مرة بيتراش. سكت، وبعدين قال لي بصوت واطي: أنا آسف يا نرمين، غلطت، بس أنا كنت تعبان، حاسس إني تايه. وهي فهمتني. صرخت فيه: أنا مش عايزة أفهمك، أنا عايزة أعرف إمتى بقيت شخص تاني ما اتكلمتش معاه تاني. لميت هدومي وخدت بنتي ومشيت. أنا مش ضعيفة، أنا ست، لكن مش لعبة في إيد حد. أنا عرفت حقي وجا كفاية، دلوقتي ببدأ من جديد، مش علشانه ولا علشان اللي عمله، علشان نفسي، علشان بنتي، علشان أعرف إن اللي بيحب بجد ما بيخونش. لو جوزك سابك يومين، ممكن تتخيلي اللي ممكن يحصل؟ بس السؤال الحقيقي: هتتصرفي إزاي لما تعرفي الحقيقة؟